مباريات الزمالك بقت تأديب وتهذيب وإصلاح وتكفير ذنوب. هجومين الموسم ده ولغاية دلوقتي خط هجوم الزمالك ترتيبه التاسع. الزمالك خسران 5 مباريات في آخر 7 ماتشات، منهم الإنتاج ال13 على الدوري، وختمها بخسارة النهارده من الأخير على الدوري وبقى ترتيبه الخامس. الزمالك في كارثة بكل المقاييس، ومش من النهارده، من فترة طويلة. كارثة لما تشوف الفرقة مستواها في النازل ومفيش أمل تتحسن مع المدرب ده، وتعند وتركب دماغك وتضيع فرصة توقف شهر ونص كاس الأمم إنك تجيب مدير فني أجنبي يبدأ مع الفريق من أول وجديد ويستمر حلمي، وبعد استئناف الدوري بيخسر من الإنتاج والمقصة وبيقف الدوري شهر تاني وبرضه ما غيرتش، وفجأة والفريق داخل على 4 مباريات متتالية مع المقصة والجيش والمصري وإنبي، تقرر إنك تتعاقد مع مدير فني وترميه وسط الماتشات دي مع لعيبة ما يعرفهاش. إيه المطلوب منه؟ أنت كده محتاج تتعاقد مع ساحر أو دجال عشان يعدي من المصايب اللي جاية على خير. وبيني وبينكم أنا لو مكان إناسيو بعد المنظر اللي شافه النهارده في الملعب أستأذن أسافر أجيب هدومي من البرتغال واللي يشوف وشي تاني. ده اكتر من نص الفرقه محتاجين يعملوا ريجيم اساسا عشان يبداوا فتره اعداد، مش يلعبوا ماتشات في نص الموسم. في لعيبه في وسط الموسم تبقى دي اوزانها اللي اذا كان الجهاز الفني في غيبوبه. الزمالك بيبدا ب7 تغييرات عن تشكيل مباراه سموحه. الونش مكان اسلام، اسامه مكان توفيق، دونجا مكان معروف، رفعت مكان ستانلي، باسم مكان باولو، خالد جلال مكان اسماعيل يوسف، واخيرا العائد دائما محمد صلاح مكان محمد حلمي. اقول لكم سر عموما اكتبوه عندكم وهترجعوا له كمان 5 أو 6 ماتشات بالكتير. خالد جلال وافق يبقى مدير كوره عشان عارف انه هيسيب مكانه لاسماعيل يوسف وهيجي مدرب عام مع محمد صلاح، وهسيب لخيالكم استنتاج الاحداث اللي هتحصل في النص لغايه ما نوصل للمشهد ده. الزمالك في الفتره الاخيره باستثناء الشوط الاول من مباراه رينجرز بيجيب جون بطلوع الروح، وبينقل الهجمه من نص ملعبه لنص ملعب الخصم بظروفها، وحاجه اخر بؤس. لو حكيت لحد ما شافش الماتش ان الزمالك بيلعب اخير الدوري اكتر من 90 دقيقه مش عارف ينظم هجمه جماعيه واحده محترمه، وكل الشغل فردي، وهم فرصتين في العارضه مفيش غيرهم، واحده من الونش في الشوط الاول والتانيه من باسم في الشوط التاني، والله ما هيصدقك. اللعب على الكيف، والكيف بيتمثل في ابهى صوره لما نشوف الزمالك نازل بباسم وتحته 3 مصطفى وايمن ورفعت عشان يخدموا عليه، ونلاقي باسم نازل يستلم من تحت ومحدش بيروح مكانه. نازل ليه ومين مكانه؟ ان شاء الله كمان 10 سنين ويكيليكس هتكشف لنا الاجابه. ويزيد عليهم انك بتلاعب اضعف فرق الدوري ما راحش عليه غير بكوره واحده جابها جون. بالمناسبه الجون اوفسايد فضيحه، ومحدش يقول لي بتحصل في كل حته او الاخطاء التحكيميه جزء من متعه كره القدم، لان ملعون ابو كل حته لابو دي متعه. هي المتعه دي مش مصروفه غير للزمالك، بس هتعدي زي ما اللي قبلها عدى. المهم ابو رضا يزور النادي والجمعيه العموميه مبسوطه ولجنه الحكام مبسوطه ومفيش حكم خامس ولا سادس، وغالبا في ماتشات الزمالك مفيش حكم اول. لكن حتى لو اوفسايد والحكم عماد النحاس نفسه والزمالك بيلعب ناقص برضه ما يخسرش من الشرقيه. وعشان المستوى الكارثي للعيبه يتبروز صح، بتلعب الشرقيه حوالي ربع ساعه او اكتر ب10 لعيبه، وبرضه لا حياه لمن تنادي. والصراحه النقص العددي ما فرقش قوي، لان احمد جعفر كان نزل فالفريقين لعبوا 10. مفيش اي مجال لتبرير الهزيمه، لا مدير فني ولا تحكيم ولا زفت. ده اي 11 من اي فريق ناشئين في الزمالك هيكسب الشرقيه مرتاح. الماتش ده يشيلوا اللعيبه لوحدهم، ومعاهم اللي جاب محمد حلمي واللي سابه في الوقت اللي كان لازم يتشال فيه واللي شاله في اسوأ توقيت، وفي انتظار فيلم انسحاب جديد، وفي انتظار زياره هنا ابو ريده تاني مع مزيد من الهري. خلاصه الوضع العام دلوقتي ايه؟ داخلين على دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وبالمنظر ده واحنا راكبين الزحليقه بكل جداره شكلنا هنخرج من المجموعه وهنخرج من الناحيه التانيه. خساره اخر 5 ماتشات من 7 في الدوري، وده ريكورد زملكاوي جديد. 9 خط هجوم على مستوى الدوري. غالبا هو مش غالبا قوي، هو اكيد مفيش دوري الابطال الموسم اللي جاي، وماتشين كمان بالمنظر ده مفيش كونفدراليه كمان. انتبه، الزمالك يعود للخلف بفعل فاعل. زمالك 2005 يعود بقوه. عم عباس الضو بيقول لا، عباس الضو بيقول لا، كل ولاد مصر